هو السؤال يقول: كيف نقول عن الشيعة إنهم مسلمون وهم يقولون بتحريف القرآن ويطعنون في عرض عائشة ويدعون غير الله وغير ذلك من الكفريات؟ هو بغض النظر عن الشيعة والسنة، احنا عندنا قاعدة: من قال إن القرآن محرف فهو كافر. انتهينا. من قال في عرض عائشة، احنا نتكلم عن عرض عائشة، نتكلم عن عرض الرسول اللهم صل وسلم عليه. فمن تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر، من عبد غير الله فهو كافر. هذه قاعدة بغض النظر عن من قالها. فكل إنسان ثبت عنه أنه قال شيئا مما ذكرت فهو كافر، انتهى الأمر. الشيعة أو الرافضة أو الإمامية أو الإثنى عشرية أهل ردة وفرقة ضالة، دينهم كفر وزندقة، خطرهم على الأمم الإسلامية أشد من خطورة اليهود نفسهم. بيكرهوا سيدنا جبريل عليه السلام. دينهم قائم على السب الصريح والحقد والكراهية وشهوة الانتقام. بيظهروا بأنهم غيورين على الدين الإسلامي، لكنهم في أوقات كتير بيتحالفوا مع الصهاينة نفسهم علشان بس يقضوا على السنة والإسلام النقي. مذهب اتجمع بأصناف البدع وألوانها سواء في الربوبية والألوهية علشان يتربع على إيوان كسرى وبس. بيدعوا حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الأصل مخالفين الكتاب وأجهل الناس بيه. بيبتدعوا أحقية الخلافة لعلي بن أبي طالب. صديقي المشاهد، لو عاوز تعرف ليه الشيعة أخطر على مجتمعاتنا الإسلامية من اليهود وتكتشف بنفسك حقيقتهم، يبقى لازم تتابع معانا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أيها المواطنون، مبدئيا كده يا صديقي، التشيع ظهر في الأصل وقت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الحاقد على الإسلام، لما روج بين المسلمين إن الأحق بالخلافة هو علي بن أبي طالب، وإنه اتظلم من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وإن علي بن أبي طالب وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما وصى موسى ليوشع بن نون. وانتشرت الإشاعة دي بين بعض الجاهلين فاتغالوا في حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لدرجة إنهم اعتقدوا إنه إله. وذكر المؤرخين إن علي رضي الله عنه نفاهم من البلاد زي عبد الله بن سبأ وحرقهم بالنار علشان يمنع الفتنة من التوغل والانتشار. وقال علي: فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فقالوا: لا يحرق بالنار إلا خالق النار. فالتشيع بدأ في عهد علي بعد مقتل الحسين، وفضل يكبر لحد ما بقى مذهب ودخل فيه الملايين، لكنهم في الحقيقة عددهم قليل جنب السواد الأعظم لأهل السنة، بس هم خطرهم كبير على العقول الضعيفة، وده لأن كتير من الناس بتجهل حقيقة دينها وإن منهجها شيعي مش سني، وده أمر بيجعلها أخطر على الإسلام والمسلمين من اليهود نفسهم. شوف يا صديقي، أصحاب دين الشيعة دينهم قائم على الحقد والكراهية وشهوة الانتقام، لأن دول بيختلق الأكاذيب لأحقية علي بن أبي طالب بالخلافة، وكمية الحقد الموجود في حكاياتهم الغير حقيقية، ونفس الكلام في قضية قتل الحسين رضي الله عنه اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل. وعلى الرغم من أن قضية أخذ الخلافة من علي بن أبي طالب بالغصب كانت من ضمن أسباب تكوين المذهب، إلا أن قضية قتل الحسين كانت الأكثر حضوراً في نفسية الشيعة، وده الأسباب كتير، منها أن قصة قتل الحسين قصة حقيقية. أما قصة خلافة علي قابلت كتير من الأسئلة المنطقية اللي هم عجزوا في الرد عليها، ولما أهل السنة أكدوا على أن الحسين انقتل مظلوم، ساعتها الشيعة حاولوا يدعوا بأن ده اعتراف منهم بمسؤوليتهم في دم الحسين، بالرغم من أن المسلمين كلهم عارفين أن قاتل الحسين رضي الله عنه كان أعرابي جلف ما يعرفش شيء إلا أنه يتقرب للسلطان بقتل خصومه ولو كانوا من الأنبياء. والمسؤولية الكبيرة بعد كده بتقع على أسلاف الشيعة اللي غرروا بالحسين لما بيعوه وبعدها خذلوه، وفضلوا باقي حياتهم يبكوا على المقتول ظلما في كربلاء ويطالبوا بثأر، ويقولوا إمتى هترتوي الشيعة من الدماء. فبقى الأمر في غاية الخطورة،
لأن الثأر عندهم مش من إنسان بعينه، وعلى أساسه ابتدعوا طقوس غريبة مليانة بالحقد، زي شق الجيوب ولطم الخدود ودعاء الجاهلية، ده غير ضرب الرؤوس بالسيوف وجرح الأطفال. وده في حد ذاته بيسيب أثر نفسية عدوانية للي بيعمل كده في نفسه أو اللي بيعمل فيه أبوه وأمه كده، وبيتحول الثأر عند كل فرد شيعي لثأر شخصي كتعبير لحزنهم على الحسين رضي الله عنه. فما تستغربش يا صديقي من حوادث القتل الجماعي للكبار والصغار والتمثيل بالجثث والرقص على الأشلاء، سواء اللي بيعملوها في نفسهم أو بيعملوها في أعدائهم، لأن حسب المعتقد الشيعي فكل ده مقدمات للمذبحة اللي هيقوم بيها الإمام الغائب لأعدائه لما يظهر. وطبعا قصة الإمام الغائب قصة متفبركة من عقولهم الواهية. وتاني شيء يبين خطر الشيعة إنه دين قائم على السب الصريح، وهم اللي قالوا كده على نفسهم، زي الكرك الشيعي اللي بيقول: اللعن قد يكون عبادة بالنسبة إلى مستحقيه كالصلاة، فإنها عبادة بالنسبة إلى مستحقيها، وكما يترتب الثواب على القسم الثاني كذلك يترتب على القسم الأول إذا وقع في محله ابتغاء لوجه الله تعالى. فسوء الأخلاق والدين عندهم كبير، ده غير دعائهم بصنمي قريش واللي بيقصدوا بيهم أبو بكر وعمر، واتهامهم بتحريف القرآن وإنهم حذفوا منه سور وآيات بتدل على ولاية علي. وبتلاقيهم كمان بيحترفوا الكذب والتقية بتحمل معاني كتيرة زي النفاق وإظهارهم عكس اللي في باطنهم ومحبتهم للي بيخالفوهم، وهم في نفس الوقت بيحاربوهم وبيقتلوهم ويسبوهم في العلن. ودي صورة من صور النفاق اللي تمرس فيها اليهود طول تاريخهم. والشيعة هنا مش بس بينافسوهم، لأ، دول بيتفوقوا عليهم. والمثال على كده مؤتمر الحوار بين المذاهب الإسلامية اللي انعقد سنة 2007 في قطر، والتسخيري ممثل إيران في المؤتمر اتهرب من وعد قطعه مع دعاة التقريب من السنة، ده غير إنهم ما قدموش شيء يذكر سواء من اعتذار رسمي أو غير رسمي عن موضوع الكتب اللي بتسب الصحابة وموجودة في جناح إيران في معرض الكتاب في الخرطوم، ولا حتى وعدوا إنهم مش هيكرروا غلطتهم العظيمة في المستقبل. ولما وعدوا بإنهم هيصدروا فتوى بتحرم قتل السنيين في العراق رجعوا تنصلوا من وعدهم. والأدهى من ده هو موضوع مقام أبو لؤلؤة المجوسي اللي بيطوفوا الشيعة حواليه في إيران في مدينة كاشان. ولما طالبوا بعض علماء السنة بهدمه في المؤتمر على اعتبار إنه بيمثل عائق قدام التقريب ما بينهم، فكانت الإجابة من ممثل إيران إنه ما يعرفش بوجود ضريح، وإنها أمور بسيطة المفروض ما تشكلش عائق للتقريب. وبعد ما رجع الوفد الإيراني على بلاده أقروا بوجود الضريح، وبكل بجاحة قالوا إن تعظيم الضريح بيتبناه تيار في إيران وليه حقه في التعبير عن نفسه. ومن ضمن وعودهم في المؤتمر إنهم مش هينشروا التشيع في بلاد السنة، وكالعادة نقضوا الوعد وقاموا بمحاولات نشر التشيع في السودان وفي مصر. فواضح جدا اعتماد الشيعة على إفساد أي حوار ونقض الوعود. ومن ضمن أخطارهم برضو إن دين الشيعة دين قومي فارسي، ومعنى الكلام ده إن مطالبة الشيعة بحق علي بن أبي طالب وأبنائه 12 في الخلافة ومطالبتهم بدم الحسين كلها أحداث لعبوا بيها مؤسسين المذهب بعواطف البسطاء. لكن اللي متابع تاريخ المذهب ونشأته على إيد المجوس هيعرف إن المؤسسين بيطالبوا بثأر كسرى مش بثأر آل البيت، ولذلك اخترعوا الخصومة الوهمية بين الصحابة وآل البيت. فحقد الفرس المجوس على العرب وعلى أبو بكر وعمر اللي كسروا ملك كسرى وأزالوا مجد الفرس خلاهم يبعتوا أبو لؤلؤة المجوسي لقتل عمر بن الخطاب في المحراب. وده كفاية إنه يبين لنا إن الدوافع الحقيقية اللي بتحرك الشيعة هم الفرس، والشيعة بيحللوا زواج المتعة وهو محرم بالإجماع، وأحكامه عندهم غاية في الخطورة والاشمئزاز، حاجة كده بتشبه البغاء، وكانت نتائجه عليهم سبب في انتشار الأضرار الصحية والاجتماعية عندهم. والدليل على كده هو تصريح نائب وزير الصحة الإيراني بأن عدد المصابين بفيروس الإيدز في إيران اتعدى 3000، وبقى موجود 250,000 لقيط في إيران بسبب زواج المتعة. فما فيش شك إن أي طائفة بتشرع النوع ده من العلاقات فبتكون هي أول حد بيتضرر منها وبيصيبوا الأذى. والشيعة استعملت السلاح ده لتجنيد عملاء لصالحها، وقدموا ليهم فتوى بتبيح زواج المتعة، وعلى أساسه العملاء باعوا دينهم ووطنهم لغرض دنيوي. وبعد ما عرفنا أن الرافضة حرفوا القرآن، فهنلاقي كمان بيحرموا حاجات على نفسهم هي في الأصل مش حرام،
زي مثلا تحريمهم لأكل الأرانب، وبيرفضوا ياخدوا برخصة المسح على الخفين، وبيبغضوا جبريل عليه السلام لأنه في عقيدتهم الضالة أخطأ في إنه خلى الوحي في محمد وما خلاهوش في علي. علشان كده الشيعة في بعض الأحيان بتكون أخطر من اليهود، لأن مسألة اعتراف المسلم بعدو الصهيوني مسألة مفروغ منها، لكن المشكلة الحقيقية في التكاتف حول الشيعة اللي بيشوهوا الدين الإسلامي تماما، وإنهم لسه بيكنوا الحقد للعرب وبيسعوا للتربع على إيوان كسرى اللي حطموا العرب في حرب نهاوند وجلولاء والقادسية. واللي هيلقي نظرة سريعة على تاريخ إيران هيكتشف إنهم دايما بيقدروا بالمسلمين، بداية من مقتل عثمان رضي الله عنه على إيد أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وفي عهد أبو مسلم الخراساني اللي حاول الإطاحة بالخلافة الإسلامية لما دبر الانقلاب على الخليفة المنصور مرورا بالبرامكة، وكمان لغاية تاريخ الوزير العلقمي اللي سلم هو والطوسي مفاتيح بغداد لهولاكو عشان يرتكب هولاكو المجازر والفظائع التاريخية بالعرب اللي وصل عدد ضحاياهم ل1,000,000 مسلم. وده كله بالإضافة إلى تاريخ الصفويين الفرس اللي غيروا الطبوغرافيا الدينية واستعانوا بالمرتزقة المسيحيين على قتل العرب وإذلالهم في العراق. ويكفى أقولك إن الصفويين كانوا هم السبب في وصول الاستعمار البرتغالي للخليج العربي، ومش بس كده، دول هم كمان اللي مهدوا لغزو مكة والمدينة. وطبعا مش محتاج أفكرك بإن إيران كانت هي منبع فرقة الحشاشين اللي كانت بتقتل الملوك، وعلى أرضها اتولدت البذرة الرئيسية وقائدهم الحسن ابن الصباح في قلعة آلموت بمدينة خراسان، واللي تفرعت منها بعد كده فرقة الناصرية اللي استقرت في جبال اللاذقية وكانت بتساعد الصليبيين في حروبهم ضد العرب والمسلمين، وفرقة القرامطة الشيعة اللي هجموا على مكة وقتلوا الحجيج وسرقوا الحجر الأسود وبقى عندهم 20 سنة، وهم كمان اللي أسسوا الدولة الفاطمية وملكوا مصر والمغرب وقتلوا الفقهاء اللي رفضوا سب أبو بكر وعمر. ده غير حركة أمل الشيعية اللي قتلت مئات من الفلسطينيين سنة 1985، بجانب إن هم اللي دخلوا الغزاة الأمريكان للعراق في 2003. باختصار الشيعة أشد عداوة للأمة الإسلامية لأنهم بيشكلوا حوالي 10% من مجموع المسلمين، وبيقدر عددهم عالميا ما بين 154 و200 مليون نسمة منتشرين في بلادنا العربية، أهمها الدول التي تضم أكبر عدد من السكان الشيعة: إيران وباكستان والعراق والهند واليمن وغيرهم. وعلشان كده التوعية بمذهبهم بتكون أفضل شيء ممكن نقدمه علشان نحافظ على ديننا الوسطي بعيد عن البدع والضلال. شوف يا صديقي، الشيعة بصفة عامة بتتقسم ل3 طوائف رئيسية. الطائفة الأولى وهم الشيعة الاثنى عشرية، وهي الطائفة المهيمنة في معظم البلاد وأكبرهم، ودول بقى مش بينسبوا الألوهية لحد غير ربنا وبيثبتوا الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم في المقابل مقتنعين بأن الإمام ال12 واللي بصفته المهدي هيرجع لهم علشان يبشرهم بيوم القيامة، وده لأنهم بيثبتوا أن الآئمة بيعرفوا الغيب وعلى أساسه بيتصرفوا في الكون وبيصرفوا ليهم أنواع من العبادات، فدينهم بيكون في النهاية أشبه بالطلاسم، وده بقى مذهب إيران الرسمي. أما بالنسبة لتسميتهم فبيطلق عليهم الشيعة الاثنى عشرية لأنهم أمنوا بالضبط ب12 إمام، وبيطلق عليهم أحيانا أيضا اسم الإمامية أو الإماميين لآرائهم في الإمامة المعينة إلهيا زي ما قلنا، أو الجعفرية بسبب اتباعهم فقه الإمام السادس جعفر. أما الطائفة الثانية وهي الشيعة الباطنية الإسماعيلية، ثاني أكبر طائفة، وبتنتسب لمحمد ابن إسماعيل اللي بيعتقدوا إنه ما ماتش وهيعود إليهم في يوم ما. ودول بقى هتلاقيهم أصحاب دين فلسفي بيقوم في أساسه على فكرة تجسيد الإله أو اتحاده في بعض البشر، وهي نفس الفلسفة اللي نتجت على إيد أفلاطون اللي حاول التوفيق بين فلسفة أرسطو وبين دين عيسى عليه السلام. والعلويين الشيعة اللي بينتسبوا للطائفة دي اعتنقوا فكرة حلول ربنا في كل البشر أو في شخص وصل لرتبة معينة منهم، وده خلى الحركات السياسية الباطنية زي الدولة الفاطمية بيتكلموا وينفذوا بأمر من ربنا على حسب اعتقادهم، وأتباعهم عليهم فرض التنفيذ. وكمان العلويين في سوريا اعتقدوا أن ربنا أو على الأقل صفاته بتتجسد في صورة الحاكم بتاعهم. أما الطائفة الثالثة اللي هم الشيعة الزيدية، فبيعتبروا من أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، وبتنتسب لزيد بن علي حفيد الحسين، وفي وقت ما كانت هي المذهب السائد في اليمن. وأصحاب الطائفة دي بيعتمدوا على القرآن الكريم اللي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومش بيوافقوا الرافضة في ادعاءاتهم بتحريف القرآن،
وبيفضلوا علي بن أبي طالب على أبي بكر، لكنهم في نفس الوقت بيقروا بصحة خلافة الخلفاء الراشدين، وطبعا تفضيلهم فيه مخالفة بإجماع الصحابة. والزيدية بيوافقوا المعتزلة في كلامهم عن صفات الله وعن القدر، وده من ضمن أسباب ضلالهم، لأن دي أمور مرفوض فيها إعمال العقل. شوف يا صديقي، الطوائف الشيعية عندهم جهل بالأحاديث والسنن، فمش هتلاقي في كلامهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هتسمع بس قال علي، قال جعفر، قال الحسين. وعندهم البخاري ومسلم والسنن الأربعة خرافة وأساطير. وليهم كتاب شيعي اسمه الكافي للكليني محشي بالكذب والأساطير. وعندهم زيارة قبر الحسين من أعظم أسباب الشفاء والرزق وقضاء الحوائج. وبيعتقدوا أن الأئمة 12 من أولاد علي بن أبي طالب معصومين، وهم أفضل من الأنبياء والملائكة، وإن الإمامة مش بتكون إلا لعلي وأولاده 12، وده من أركان الإيمان في دينهم، واللي بيقول غير كده بيكفروه. ومن ضمن بدعهم الكتير بدعة الأذان اللي بيزيدوا فيها وأشهد أن عليا ولي الله وحي على خير العمل. وبالنسبة لبدعهم في الصلاة فهتلاقيهم بيجمعوا الصلوات من غير عذر ومش بيصلوا الجمعة. والمهدي عند أهل السنة مش زي المهدي عند الشيعة، فمهدي الشيعة هو الإمام الغائب اللي 12 من أولاد علي اللي اسمه محمد ابن الحسن العسكري. وقالوا بحكايتهم إنه اختفى وهو عمره 5 سنين في سرداب سامراء في العراق. أما مهدي أهل السنة فهو من نسل الحسن ابن علي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. حديث صحيح رواه الترمذي. فلذلك اجتمع العلماء والأئمة على أن الشيعة دين كفر وزندقة. وقال الإمام مالك: الذي يشتم أصحاب رسول الله ليس له نصيب من الإسلام. والإمام أحمد بن حنبل قال عن الرافضة: لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. فالحذر كل الحذر من الدين الشيعي، وده مش تقليل من حب علي وآل بيت رسول الله أبدا، هم فوق الراس بنحبهم وبنؤمن بيهم زي باقي الصحابة والسابقين، لكن بدون مغالاة في حبهم لدرجة توصل للابتداع والكفر والعياذ بالله. ولو فاكر ان احقاد الايرانيين ضد العرب والمسلمين السنة كلها مظاهر اختفت وكانت كلها حوادث تاريخية قديمة، فتبقى غلطان. وجميع آراء وتحليلات المؤرخين سواء القدامى أو المعاصرين اتفقوا على إن الشخص الشيعي أخطر على المسلم من الصهيوني نفسه، لأنه غدار وبيملك القدرة على خداع المسلمين البسطاء بأنه مدافع عن الدين الإسلامي وغيور عليه. فحياة الشيعيين إنهم بيظهروا أمام المسلمين بأنهم غيورين على الدين الإسلامي، إلا أنهم في أوقات كتير بيتحالفوا مع الصهاينة نفسهم للقضاء على السنة والإسلام السني النقي عشان يفرضوا أفكارهم بالقوة على باقي الدول الإسلامية وينشروا الفكر الشيعي في جميع أنحاء الوطن العربي. وبكده تكون خلصت حلقتنا. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا عاوزين مواضيع ايه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.